كتابنا النهاردة بيتكلم عن علم بيستخدم مصطلحات علم النفس بس بطريقة تانية، وهو علم النفس الاجتماعي. وده أصبح أحد أهم العلوم الإنسانية في وقتنا ده. جوستاف لوبون مؤلف كتابنا النهاردة من أول الناس اللي اتكلم في العلم ده، بحيث أصبح الكتاب مرجع مهم لفهم نفسيات الجماهير وطريقة تفكيرها والطرق اللي بتتأثر بيها وتتحرك بناء عليها. وما نبقاش بنبالغ لو قلنا إن الكتاب يعتبر دليل ومرجع استخدمه كتير من الحكام وقادة الحركات الجماهيرية عشان يفهموا نفسيات الجماهير وتوجيهها ناحية الأهداف اللي هم عايزينها. وعلى سبيل المثال، الجماهير الكتير اللي وظفها هتلر في الحرب العالمية التانية. وعشان كده لوبون نفسه بقى وجهة ومزار لزعماء العالم بيروحوله ويناقشوه في محتوى كتابه. وبالرغم من مرور حوالي 150 سنة على تأليف الكتاب، إلا إنه مازال محافظ على قوته وحضوره بين أوساط المثقفين، لأن الكتاب بيعتبر بيقدم إجابات واضحة لأسئلة كتير بتدور حول التجمعات الجماهيرية، زي إزاي بتهيج الجماهير، وإزاي بتتكون الجماعات الثورية دي في الأصل، وإيه اللي يقدر يحرك الجماهير ناحية هدف واحد. هل هي عقائد معينة ولا الدين بشكل رئيسي؟ وإيه دور الرؤساء في الثورات؟ والأخطر من كل ده، هل الجماهير عاقلة وواعية بالطبيعة والديمقراطية ولا مجرد متهيجة وثايرة؟ وأول نقطة بيكلمنا عنها الكتاب هي عصر الجماهير. الانقلابات الكبيرة اللي بتسبق عادة تبديل الحضارات بتظهر وكأنها محسومة من قبل أي تحولات سياسية ضخمة، ولكن مع الدراسة المفحصة للظواهر دي اتكشف إن السبب الحقيقي هو التغيير العميق اللي بيصيب أفكار الشعوب، وإن الأحداث الضخمة اللي بتتناقلها كتب التاريخ ما هي إلا نتائج للمتغيرات اللي محدش بيشوفها اللي بتصيب عواطف البشر. وتعتبر الفترة الحالية اللي احنا فيها هي فترة التحول والتبدل، واللي بيشكل جذورها عاملان أساسيان، وهما هدم المعتقدات الدينية والسياسية والاجتماعية، وتاني حاجة خلق شروط جديدة بالنسبة للوجود والفكر. والعصر الحديث دلوقتي بيمثل فترة انتقالية فوضوية مش من السهل التنبؤ بمستقبلها. وفي الوقت اللي بدأت فيه كل العقائد والأعمدة القديمة في التساقط واحد ورا التاني، هنلاقي إن نضال الجماهير هو القوة الوحيدة اللي مش بيقدر يهددها أي حاجة، وإن العصر اللي احنا مقدمين عليه هو بالفعل عصر الجماهير. وده لأن أقدار الأمم ما بقتش في إيد الحكام، بقت في روح الجماهير. واتولدت قوة الجماهير عن طريق زرع أفكار في النفوس بشكل بطيء، وتجميع الأفراد بالتدريج من خلال الروابط والجمعيات. والتجمعات دي اللي قدرت تشكل النقابات وبورصات العمل، وقدرت ترسل مندوبين عنها للمجالس الحكومية. وإن بناء أي حضارة بيتطلب قواعد ثابتة ونظام محدد، واللي لازم يمر من مرحلة الفطرة لمرحلة العقل، والقدرة على استشراف المستقبل، ومستوى عالي من الثقافة. وكل العوامل دي غير متوفرة عند معظم الناس. الجماهير في ايديها قوة تدميرية شبهها الكتاب بقوة الجراثيم اللي بتقدر تحلل الأجسام الضعيفة والجثث. وعشان كده فالقدرة على معرفة نفس الجماهير بتشكل المصدر الأساسي لرجل الدولة اللي عايز يحكمها. وعشان كده نقدر نقول إن الزعماء ورجال الدولة العظام كانوا علماء نفس من غير ما يعرفوا. فنابليون بونابرت مثلا كان بينفذ بشكل رائع لأعماق نفسية الجماهير. ونفسية الجماهير بتبين لنا قد إيه إنها عاجزة عن تشكيل أي رأي شخصي ما عدا الآراء التي لقنت لها. وده لأن البشر مش بيتصرفوا أبدا من مبادئ العقل النظري البحت. تاني نقطة بيكلمنا عنها الكتاب وهي الخصائص العامة للجماهير. كلمة جمهور في معناها العادي هو تجمع لمجموعة من الأفراد أيا كانت هويتهم، ولكن من وجهة النظر النفسية ففي بعض الظروف المعينة ممكن لتكتل البشر ده إنه يمتلك خصائص جديدة تجمع بين خصائص كل فرد بيشكل التجمع ده. وفي الوقت ده بتتشكل روح جماعية عابرة ومؤقتة، وهو اللي بيسميه المؤلف الجمهور المنظم أو الجمهور النفسي، وبيبقى خاضع لقانون واحد وهو الوحدة العقلية للجماهير. ومن الخصائص النفسية للجماهير هو تلاشي الشخصية الواعية وسيطرة الشخصية اللاواعية، وتوجه الجميع تجاه نفس الشيء بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، والاتجاه لتحويل الأفكار المحرض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة. وبكده ما بيبقاش الشخص هو نفسه، ولكن بيبقى أشبه بإنسان آلي إرادته ما بقتش قادرة إنها تحركه.
عشان كده الكتاب بيقول إن الجمهور هو أدنى مرتبة من الإنسان المفرد لو اتكلمنا من الناحية العقلية والفكرية، ولكن من الممكن إن الجمهور ده يسير تجاه الأفضل، بس طبعا ده بيعتمد على الطريقة اللي بيتم تحريض الجمهور بيها، وده لأن الجماهير بتشبه الأوراق اللي بيلعب بيها الإعصار ويبعترها في كل اتجاه، والصفة دي بتخلي الجمهور من الصعب إنه يتسيطر عليه، ولولا ضرورات الحياة اليومية واللي بتشكل نوع من الميزان الغير المرئي للأحداث، واللي لولاه ما كانتش قدرت الأنظمة الديمقراطية إنها تستمر. وفي كل الخصائص النفسية للجماهير بيتدخل العرق، لأن أكيد في فرق بين الجمهور اللاتيني والجمهور الأنجلو ساكسوني، فالجماهير الأنثوية في كل مكان، ولكن أكثرها أنثوية هي الجماهير اللاتينية. فالجمهور غير قادر على الاحتكام للعقل ومحروم من كل روح نقدية، وعشان كده بيبقى عنده سرعة تصديق منقطعة النظير، وعنده قدرة هايلة على التضخيم والتشويه. وعشان كده لازم نعتبر كتب التاريخ بمثابة كتب الخيال الصرف، فهي عبارة عن حكايات وهمية عن أحداث لوحظت بشكل رديء، غير إنها بتبقى مصحوبة بتأويلات اتغيرت وتحرفت فيما بعد. الجماهير صعب تحريكها والتأثير عليها إلا بواسطة العواطف المتطرفة والشعارات العنيفة، وأهم حاجة التكرار من غير إثبات أي منطق عن طريق العقلانية. والجماهير ما تعرفش غير العواطف البسيطة والمتطرفة زي الاستبداد والتعصب، بيبقوا بالنسبة للجماهير عواطف واضحة جدا بتتحملها بنفس السهولة اللي بتمارسها. وبما ان الجماهير مستعدة دايما للتمرد على السلطة الضعيفة، فإنها لا تخضع إلا للسلطة القوية، وتنتقل من الفوضى للعبودية ومن العبودية للفوضى. فالاعتقاد بهيمنة الغرائز الثورية على الجماهير يعتبر جهل بنفسيتها. فمثلا انفجارات الانتفاضة والتدمير اللي بتحصل من وقت لوقت بتعتبر ظواهر عابرة، لو اتثابت لنفسها هتلاقيها بتمل من الفوضى وتتجه من نفسها بالغريزة ناحية العبودية. صحيح ان الجماهير بتقوم بثورات لتغيير اسماء مؤسساتها، ولكن في الوقت ذاته هتلاقيها بتشعر باحترام تجاه المؤسسات دي ومضمونها، وهتلاقيها بترجع ليها في نهاية المطاف. وتالت نقطة بيكلمنا عنها الكتاب هي أفكار الجماهير. أيا كانت الأفكار اللي بتيجي للجماهير أو اللي بتتحرض عليها، فمش ممكن تبقى أفكار مهيمنة إلا بشرط إنها تكون في هيئة بسيطة جدا، فبمجرد إنها تنغرس في روح الجماهير هتكتسب قوة لا تقاوم، ومش هيبقى كفاية مجرد البرهنة على صحة فكرة معينة غير أما تعمل كده. هو صح ان الحقيقة الظاهرة هتلاقي ناس سمعاها، ولكنك هتلاقي ان نفس الناس بعد كام يوم بيرجعوا لحجتهم القديمة وبنفس الألفاظ تقريبا، لأنهم بيبقوا واقعين تحت تأثير الأفكار القديمة اللي اتحولت لعواطف. وده لأن الجماهير بتشبه إلى حد ما النائم اللي عقله بيبقى متعطل وبيسيب نفسه للحلم، لأن بأحلام الشعوب تأسست قوة الدول، ومعرفة فن التأثير على مخيلة الجماهير هي معرفة فن حكمها. ورابع حاجة الكتاب بيناقشنا فيها هي العوامل المشكلة لعقائد الجماهير. العوامل اللي بتحدد آراء الجماهير وعقائدها هم نوعين: عوامل غير مباشرة وعوامل مباشرة. ومن بين العوامل الغير مباشرة العرق أو التقاليد الموروثة. فنقدر نقول إن الجماهير كائن عضوي، وككل الكائنات العضوية مش ممكن تغيره إلا بواسطة التراكمات الوراثية البطيئة. فلو بصيت لكل القادة الحقيقيين للشعوب هتلاقيهم عبارة عن تقاليد موروثة، ومن غير تقاليد ثابتة مستحيل تلاقي حضارة. ومن العوامل الغير مباشرة برضه هو الزمن، فهو اللي بيطبخ آراء الجماهير على نار هادية. فهتلاقي بعض الأفكار اللي ممكن تتحقق في فترة معينة هتلاقيها مستحيل في فترة تانية. عشان كده النظم السياسية مستحيل إنها تنتهي في يوم واحد أو وقت قصير، وده لأن المؤسسات السياسية والاجتماعية بتحتاج قرون عشان بس تشكل نظام سياسي معين، وقرون تانية عشان تغيره. وعشان كده الشعب ما عندوش القدرة الحقيقية على تغيير مؤسساته، ولكنه يقدر يعدل اسمها عن طريق إشعال الثورات. وتالت حاجة هي عامل التعليم والتربية. عشان من الممكن البرهنة بسهولة إن التعليم مش بيخلي الإنسان أكثر أخلاقية ولا أكثر سعادة، وإنه مش كفاية عشان يغير غرايزه وأهواءه الوراثية، بالإضافة إنه لو اتطبق بشكل سيء بيصبح ضار. فالدولة اللي بتخرج الشباب بواسطة الكتب المدرسية البائسة هتلاقي إن الدولة مش بتعرف توظف منهم إلا عدد قليل، ويفضل الباقي من غير عمل. فمع التربية والتعليم بتتحسن روح الجماهير أو بتفسد. أما بقى العوامل المباشرة فمنها الشعارات،
فمخيلة الجماهير بتتأثر بالصور بشكل خاص، وكذلك الكلمات المرتبطة بالصور اللي بتسيرها، والكلمات اللي بيصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي اللي بتمتلك أحيانا أكبر قدر على التأثير. زي مثلا كلمة ديمقراطية، ولما بتشعر الجماهير برفض عميق من الصور اللي بتسيرها الكلمات إثر الانقلابات السياسية، فاللي بيظهر هنا شطارة رجل الدولة الحقيقي، إنه إزاي يغير الكلمات دي من غير ما يلمس معناها الحقيقي. وبكده نقدر نقول إن براعة الحكام بتتمثل في كيفية التلاعب بالكلمات. وتاني حاجة الكتاب بيكلمنا عنها في العوامل المباشرة هي الأوهام. الشعوب بتتجه ناحية الأوهام زي الحشرة اللي بتتحرك ناحية الضوء، فاللي يعرف يوهم الجماهير يقدر يبقى رئيس ليهم، واللي يحاول يمنع الأوهام عنهم هيبقى ضحية ليهم. ومن العوامل المؤثرة على الأوهام وأهمها هي عامل التجربة، فهي تعتبر المنهج الوحيد الفعال لزرع حقيقة معينة في روح الجماهير بشكل ثابت، وتدمير الأوهام اللي بقت خطرة أكتر مما ينبغي. وعموما فإن التجارب اللي عاشها جيل قديم مش هتدي نفس الجدوى بالنسبة لجيل حالي، عشان كده هتلاقي إنه من الضروري تكرار التجارب من عصر لعصر عشان تمارس شوية تأثير وتنجح في زعزعة خطأ راسخ بقوة. وتاني حاجة مؤثرة على الأوهام هي عامل العقل، وهو عامل سلبي التأثير مش عامل إيجابي، لأن الجماهير مش بتتأثر بالحجج العقلانية. عشان كده محركين الجماهير مش بيتوجهوا أبدا لعقلها، وإنما بيتوجهوا لعاطفتها. وخامس نقطة في الكتاب هي محركين الجماهير. بمجرد اجتماع عدد من الكائنات الحية هتلاقيهم بيضعوا أنفسهم بشكل غريزي تحت سلطة زعيم معين بيلعب دور ضخم بالنسبة للجماهير البشرية. فالجماهير في العموم عبارة عن قطيع ما يقدرش يستغنى عن سيد، ويحصل السيد ده من الجماهير على طاعة وانقياد أكتر من اللي ممكن تحصل عليه أي حكومة. ومحركين الجماهير يمكن تقسيمهم لفئات، منها رجال نشطون ذو إرادة قوية ولكنها مؤقتة، ومنهم فئة تانية تمتلك إرادة قوية ودائمة. والقادة دول بينشروا أفكارهم بين الجماهير عن طريق التأكيد العاري والمجرد من كل الحجج العقلانية، مع تكرارها باستمرار وبنفس الصياغة والكلمات زي ما قلنا قبل كده. فبتنتهي الحجج دي بالانغراس في الزوايا العميقة من اللاوعي، وهنا بيتصنع كل دوافع وأعمال الزعماء، واللي بتنتقل على هيئة أفكار وعواطف وانفعالات بين الجماهير عن طريق العدوى الفكرية. والأفكار دي لازم يبقى فيها قوة سرية بنسميها الهيبة والاحترام، وهي نوع من الجاذبية اللي بيمارسها فرد معين على روحنا. وبتكون الهيبة مكتسبة للأفكار دي إما عن طريق الاسم أو الثروة أو الشهرة، وقد تكون ذاتية أو شخصية، وبتشكل ملكة مستقلة عن كل لقب أو كل سلطة، وبتخلي كل اللي حواليه تعود طاعة عمياء زي الحيوان المتوحش اللي بيطيع مروده. ولكن المهم واللي لازم نخلي بالنا منه هو إن الهيبة الشخصية بتختفي دايما مع الفشل. فمثلا البطل اللي سقفت له الجماهير امبارح ممكن تحتقره علنا بكرة لو الحظ اداله ظهره. وعشان يحافظ الشخص على هيبته لازم يحافظ على المسافة بينه وبين الجماهير. وسادس حاجة هي تغيير عقائد الجماهير وآرائها. العقائد الإيمانية الكبيرة واللي بتدوم قرون عديدة واللي بترتكز عليها حضارة بأكملها وبتشكلها وبتلاشيها بيمثلوا لكل عرق تاريخي نقاط الذروة في تاريخه. ومن الصعب جدا تدمير هذه العقائد بعد تشكيلها إلا بعد ثورات عنيفة جدا، وبعد لما تفقد العقيدة تقريبا كل هيمنتها على النفوس. هنا اللحظة اللي بتبدأ فيها الناس بمناقشتها ونقدها. وفوق كل العقائد الثابتة بتلاقي طبقة سطحية من الآراء والأفكار اللي بتتولد وتموت باستمرار، ومدة دوامها مؤقتة جدا، وأكثرها أهمية لا يتجاوز حياة جيل واحد. وسابع حاجة الكتاب بيكلمنا عنها هي تصنيف الجماهير. ويمكن تقسيم فئات الجماهير إلى جماهير غير متجانسة وجماهير متجانسة. والجماهير الغير متجانسة بيقسمها الكتاب لنوعين، وهما جماهير مغفلة زي جماهير الشارع، وجماهير غير مغفلة زي المجالس البرلمانية. ولو استبعدنا عامل العرق فهنلاقي ان التصنيف الوحيد والمهم بالنسبة للجماهير الغير متجانسة هو الفصل بين كونها مغفلة وغير مغفلة. فالشعور بالمسؤولية لدى النوع التاني متطور، وهو بيفرض على أعمالهم توجهات مختلفة. وبالنسبة بقى للجماهير المتجانسة فهي بتشمل على الطوائف والطبقات وما يسمى بالزمرة، وهنشرح بإيجاز كل واحدة فيهم بالترتيب.
فمثلا الطائفة تحتوي على أفراد من ثقافات ومهن مختلفة ومش بيربطهم ببعض إلا العقيدة والإيمان زي الطوائف الدينية. وأما الطبقة فبتتشكل من أفراد ذوي أصول مختلفة ومش بيجمعهم إلا الاشتراك في بعض المصالح وبعض عادات الحياة المتشابهة زي مثلا الطبقة البرجوازية. وبالنسبة بقى للزمرة فهي أعلى درجات التنظيم اللي بيقدر عليها الجمهور، لأن الزمرة بتبقى عبارة عن أفراد من نفس المهنة زي بالظبط الزمرة العسكرية. وتامن نقطة في الكتاب هي الجماهير المجرمة. معظم جرائم الجماهير ناتجة عموما عن تحريض ضخم، والأفراد اللي بيساهموا في الجرائم دي بيقتنعوا بعدين إنهم عملوا واجب عليهم. وبيستشهد الكتاب بحادث مقتل مدير سجن الباستيل، واللي كان القاتل فيه طباخ متجول، واللي ذهب للباستيل عشان يشوف ايه اللي بيحصل هناك. ولما شاف ان الناس كلها متفقين على انه يعمل المهمة دي، واللي ظهر له ان بيعمل مهمة وطنية، قام فعلا الطباخ بقتله وقطع راسه. وتاسع نقطة هي الجماهير الانتخابية. ممكن إغراء الجماهير الانتخابية بعدة أساليب، منها إن المرشح يكون عنده الهيبة الشخصية. وصدقني لما أقولك إن الهيبة غير قابلة للتعويض بأي شيء تاني، بس امتلاك الهيبة لوحدها غير كافي لضمان النجاح، واللي لازم على المرشح إنه يتملق الناخب ويغمره بأكبر قدر من الوعود. وكمان لازم عليه إنه يدوس على المرشح المضاد بتكريس الاتهامات وبواسطة التأكيد والتكرار. وكمان بيناقش الكتاب ان البرنامج المكتوب للمرشح مش لازم يكون دقيق جدا، لان خصومه هيقدروا يواجهوه بيه بعدين. اما بالنسبة للوعود فيقدر يكتر منهم زي ما هو حابب، زي انه يوعد الناخب باصلاحات ضخمة من غير اي خوف ومن غير الحاجة للالتزام بالوعد ده اصلا، لان الناخب بينسى الوعود دي اساسا، وبالرغم من ان الانتخابات بتكون حسمت على اساس البرامج والوعود دي. وعاشر حاجة هي المجالس النيابية. الجماهير البرلمانية مش بتختلف خصائصها العامة عن غيرها من الجماهير، فهي جماهير شديدة القابلية للتحريض والعدوى. وفي كل دورة بيبدي البرلمان آراء ملتبسة بيغذيها الخوف المستمر من الناخب، وبتوصل دايما لموازنة تأثير القادة المحركين، وهم في نهاية المطاف الأسياد الحقيقيين للمناقشات اللي مش بيكون للنواب آراء مسبقة أو ثابتة تجاهها. فالمجالس النيابية هي آخر مكان ممكن للعبقرية إنها تشع فيه، وملهاش أي أهمية غير في الفصاحة الخطابية المتناسبة مع الزمان والمكان. وعلى الرغم من كل صعوبات تسييرها، فالمجالس النيابية هي أفضل طريقة لقيتها الشعوب لحد دلوقتي عشان تحكم ذاتها، ومفيش حاجة بتهددها غير خطرين مهمين جدا، وهما التبذير الإجباري والتقييد التدريجي على الحريات الفردية. وده لأن إصدار القوانين باستمرار بيؤدي في نهاية المطاف للتقليص التدريجي للدايرة اللي بتمكن المواطنين إنهم يتحركوا جواها بحرية. وآخر حاجة بيتكلم عنها الكتاب ورقم 11 هي مراحل تحول الحضارات. في البداية بتلاقي إلا من الناس المنتمين لأصول متنوعة واجتمعوا بحسب الهجرات والفتوحات، وما بيبقاش في حاجة بتجمعهم. ولما بيمر الزمن وبيكمل عمله، بتبدأ الوحدات الغير متجانسة في الانصهار مع بعض عشان تشكل عرق واحد. هنا بتبدأ ولادة حضارة جديدة، وبعد لما توصل الحضارة دي لمستوى معين من القوة والتعقيد، فبتبدأ تقف بالتدريج عن النمو، وبمجرد وقوفها بيصبح الانحطاط السريع مجرد واقع. ومن صفات الساعة المحتومة لوقوف النمو هي وهن يصيب المثل الأعلى اللي كان بيدعم روح العرق البشري اللي صنع الحضارة دي. ومع الفقدان النهائي للمثل فبينتهي الأمر بنهاية العرق وفقدان روحه، ويرجع لذرات متناثرة من الأفراد المعزولين، يعني بيرجع للي كان عليه في البداية. وهي دي دورة الحياة الخاصة بأي شعب، واللي بتتلخص في انتقالها من حالة البربرية إلى حالة الحضارة عن طريق حلم، واللي بعد كده بتدخل في مرحلة الانحطاط والموت بمجرد أن يفقد هذا الحلم مفعوله. ولو وصلت لهنا فأتمنى يكون الكتاب نال إعجابكم، وما تنسوش تعملوا شير وسبسكرايب للقناة عشان نقدر نوصل المحتوى لأكتر عدد من الناس عشان يستفادوا. ومستنيكوا في الكومنتات ترشحولي كتب عايزين إنها تتلخص. وشكرا.